لو انت من الناس اللي لسه بتفضل تشتريه من بره عشان مش بيظبط معاكي في البيت وبيطلع معاكي ناشف وملوش طعم، لا انسي بقى كل الكلام ده. والنهارده هقولك على كل التريكات والتفاصيل اللي هتطلعه معاكي طري من جوه وطعمه مختلف والتتبيله بتاعته تحفه، هتنقلك الشيش طاووق في حته تانية خالص. هنعمله مع بعض بطريقه سهله وبسيطه من غير افتكاسات كتير، وكل المكونات عندك في مطبخك. واهم حاجه بس شويه التوابل هم اللي هيفرقوا معاكي في الطعم، هيطلعوا طعمه تحفه وكمان جوسي. حطي لايك للفيديو وصلي على الرسول في الكومنتات، ويا رب اللي يصلي على الرسول في الكومنتات تكون عمرة رمضان الجاية من نصيب، اللهم امين. نبدأ ونسمي الله. وهاتي البولة بتاعتك وهاتي علبة زبادي صغيرة او 3 معالق كبار زبادي لكل نص كيلو شيش. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي: بصل بودر، توم بودر، بابريكا، فلفل اسمر، ملح. لو عندك اكياس اللي هي تتبيله الشيش حطي، ما عندكيش استكفي بالبهارات بتاعتك دي، انا كان عندي كيس فحطيته. هنزل كمان بثلاث 4 معالق زيت زيتون، ممكن لو ما عندكيش زيت زيتون تستبدليه باي نوع زيت عندك. اللي بيبقى كل المكونات بتاعتك دي. ركزي معايا في الخطوه دي عشان الخطوه دي مهمه قوي يا ست الكل. كلنا بنشتكي لما بنعمل الشيش طاووق في البيت بيطلع ناشف مش زي اللي بنشتروه من بره، علشان احنا لما بنعمله في البيت بنعمله بالصدور، فالصدور بتبقى ناشفه شويه. فالافضل اللي انت تعمليه بالوراك. جيبيها من عند بتاع الفراخ، قولوا له انا عايزه شيش طاووق بس عايزاه من الوراك. هو هيقطعها لك زي ما انت شايفه كده وهيخليها لك، هتجيبيها بقى تغسليها غسله حلوه وتسيبيها جنبك في المصفى تصفى شويه. انزلي بقى بكميه الشيش بتاعتك على التتبيله اللي احنا عملناها مع بعض دي، ومن الافضل ان انت تسيبيها من الاربع لخمس ساعات، وكل ما تسيبيها وقت اطول في التتبيله هتديكي نتيجه احلى، وكمان هتبقى معاكي طريه كده وشاربه من التتبيله بتاعتها. انا بصراحه سبتها ليله كامله في التلاجة. وما تنسيش تظبطي الملح بتاعك، قفليها بقى بستريتش ودخليها التلاجة. انا بقى هبدا اشتغل تاني يوم، هجيب بصل هقطعه مكعبات زي ما انت شايفه كده بس يكون كبير شويه. عندك بقى اي نوع فلفل او اي لون فلفل، انا كان عندي اخضر واصفر واحمر، برضو قطعيها مكعبات بس تكون تخينة شوية علشان تاخد تسوية مع الفراخ. هاتي بقى العصاية بتاعت الشيش طاووق وابدأي رصي فلفل، وبعد كده تحطي بصل، وبعد كده تنزلي بالفراخ، وبرضو ترجعي تقفلي فوق الفراخ فلفل وبصل. ما تحاوليش تكتري في العصاية بتاعت الشيش طاووق دي عشان دي بتبقى ضعيفة شوية. خلص بقى كل الكمية بتاعتي. هبدأ بقى اجيب الصينية بتاعتي على قد مقاس العصاية بتاعت الشيش طاووق، وهبدأ ارسم زي ما انت شايفة كده بالظبط، ومشغلة الفرن من قبليها. هدخلها على الرف اللي في النص على درجة حرارة 180. هي هتستوي مع نفسها، مش هنحط لها ميه ولا اي حاجه. وممكن تشغليها الشوايه اخر 5 دقايق تاخد وش، بس انا ما شغلتلهاش. هي خدت اللون القمر ده من غير الشوايه وطالعه مستويه وطعمها حلو قوي، التتبيله بتاعتها كانت خطيره. كمان عايزه اقول لك كانت تتبيلتها خطيره وطعمها تحفه قوي، وكمان طريه من جوه وجوسي زي ما انت شايفه كده. شكلها يفتح النفس، تنفع معاكي في الغداء، تنفع معاكي في العشاء، ينفع ان انت تعملي جنبها شويه رز بسمتي وشويه سلطه توميه كده او كولسلو. تقدمي لاولادك اكل المطاعم في البيت، طبعا انضف واوفر واحلى كتير. وانت كمان ما تصعبيش حاجه على نفسك واعملي لاولادك اكل المطاعم في البيت احسن واوفر وانضف. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير، وصلي على الرسول في الكومنتات، وربنا يحسن ما بين ايديكم.